الحياة مش محتاجة معجزات، الحياة محتاجة نعرف مين اللي يستاهل نديله وقتنا وعمرنا ونعيش معاه بصدق وود ومحبة، ومين اللي لازم نبعد عنه لأنه مفيش منه فايدة، مفيش منه نفع. حياتنا مسؤوليتنا، حياتك هي قرارك، إنجازاتك هي قرارات صادرة من جواك. النهاردة لازم تصدر قرار وتبعد عن كل ما يلهيك عن حياتك العملية، عن قربك من ربنا، عن قربك عن أهل بيتك والناس اللي بتحبهم. خليك معايا في الفيديو ده، الفيديو ده مهم جدا، هيلمس حاجات مهمة جدا في حياتك، في بيتك، مع أسرتك، في تكوينك، في تكوين المجتمع نفسه. شاب قاعد مع مراته وعياله بس ما بيعملش حاجة، ماسك الموبايل، كل اللي بيعمله بيقلب فيديو ورا فيديو، بيعمل لايك، بيعمل قلب، بيعمل تعليق، وناس اللي حواليه عايش في عالم افتراضي وناس العالم الواقعي. مراته بتبص له لدرجة إن هي قالت له أنا لو مت دلوقتي مش هتحس بيا، بس هتحس بيا لو عملت لك بلوك من على الفيس. تخيل وصلت لدرجة إيه؟ وقتها اكتشف إن في حاجة غلط، إن ده مش زعل زوجة، لأ، ده ناقوس خطر بيهدد كل حياته بأركانها وبيهدد بتدمير الحياة دي. القصة دي تبان إنها بسيطة، لكن هي قصة ملايين مننا. إحنا بقينا عايشين مع بعض بأجسامنا بس، لكن الواقع بتاعنا مش موجود. بقينا ناسيين كل اللي حوالينا وناسيين إن إحنا أشخاص عندنا دم وعندنا إحساس وعندنا مشاعر. والأصعب إن الناس اللي أنت قاعد معاهم دلوقتي ممكن تدور عليهم في لحظة ما تلاقيهمش، واللي يوجعك إنك حاسس إنك عايش معاهم وأنت أصلا غايب، محبوس جوه شاشة وناسي كل اللي بره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، هما الصحة والفراغ. واحنا ما شاء الله النهاردة بنضيع وقتنا في فيديو، في لايك، في قلب، في حاجات ما بتنفعناش وما بتشبعناش. لذلك بنحس ان احنا مكسورين مهدورين، مش حاسين بوجودنا، عشان انت بتضيع في وقتك في حاجة ما بتشبعكش، ما بتشبعش رغبات. وربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا وبينبهنا. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. خلاص اللحظة اللي راحت مش ترجع تاني، مفيش أرجعون، مش هنرجع تاني. لذلك عيش مع عيلتك، عيش مع أهلك، ما تسيبش والدك، والدتك، بنتك، ابنك، مراتك وتقعد في مكان بعيد عنهم، تعرفش عنهم حاجة، كل واحد في أوضة وقافل عليه بابه وماسك الشاشة، محبوس في الشاشة، ما تعرفش هو بيعمل إيه أو ما تعرفش هو مع مين أو بيستفاد إيه أو بيروح لحد فين. لازم تكون معاهم، لازم تخرج من سجن الشاشة وتخرج لرفاهية وحرية الحياة مع أهل بيتك ومع الناس اللي بتحبهم ويحبوك، عشان ما تتفاجئش إن راحوا وأنت ما قدرتش تستفاد، ما قدرتش تعيش معاهم، ما تدفتش بحضنهم، ما تدفتش بمودتهم وصحبتهم وحياتهم، ما استفدتش وتعلمت منهم. لازم تدور على وقتك وتحافظ عليه. الشاب اللي حكينا قصته عمل حاجة مهمة المفروض كل واحد فينا يعملها ولازم كلنا نعملها. بعد عن السوشيال ميديا، خصص وقت معين ليها وخصص باقي وقته لأهله وبيته ومراته. فجأة مراته قالت له أنا دلوقتي حسيت إن أنا رجعت للحياة تاني، رجع لي الأمل تاني، حسيت إن أنت عايش معايا، مش عايش في السوشيال ميديا أو عايش مع ناس مش موجودة. أنا دلوقتي حسيت وارتحت واتبسطت. ريح أهل بيتك، خليك وسط الناس اللي بتحبهم ويحبوك قبل ما يفوت الأوان وما تلاقوهمش ولا هم يلاقوك. فكر فيها، الناس اللي حواليك دول مش هيعيشوا للأبد، لهم وقت معين وهيروحوا. فكر فيها إنك لازم تقعد معاهم وما تضيعش لحظة، عشان في آخر العمر ما تندمش إن أنت لا قعدت معاهم ولا شفتهم ولا حسيت بيهم وراحوا ولا كأنهم كانوا موجودين. وقتها ابنك هيجي وهيعمل نفس اللي أنت عملته وبرضه هيسيبك وهتضيع عمركم في الفاضي. اتعلم وعلم، خليك على النهج الصحيح، خليك على الطريق الصحيح.